أخ كبير يضرب أخوه الصغير أشد الضرب، يعذبه أشد العذاب. من أجل إيش؟ من أجل إنه أكل حبة شوكولاتة وواحد عصير من البقالة من دون ما يكلمه. على غضبي، حرام علي إني شفت الفيديو لو ما تقطع قلبي. المشكلة وما فيها يا طويل السلامة ما تسوش حتى ربع ريال ولا نص ريال، ويضربه هذا الضرب ويكسره هذا التكسير بكله. يا ظالم، أخوك الصغير مهما فعل مهما سوى مهما عمل، والله لو سرق لو نهب لو فعل مصايب الدنيا ما أفعل له حتى ملطام. تقي الله. طبعا هذا الشاب من حجه كان في حجه، وبعدين نزح له مارب وفتح له بقالة في مارب، فاستدعى أخوه الصغير للبقالة علشان يشتغل معه. فكان هذا الطفل يشتغل ويتعب تعب ما يعلم به إلا الله، وعاده طفل من حق البلاد صغير. فكان يفتح له حبة شوكولاتة ولا يشرب له واحد عصير من دون ما يكلم أخوه. فأخوه شافه بالكاميرا فنزل ضربه ضرب وكسره كسار وهانه، وكان يعني أعوذ بالله له يهودي ما يفعل به نفس ما فعل بهذا الطفل. أين الأخوة؟ أين الرحمة؟ أين الشفقة؟ أين الإنسانية؟ وصلنا لهذا الحد، الله لا وفقك لا دنيا ولا آخرة. أسأل الله أنهم ينزلوا عليه أشد العذاب ويقاصصوه أمام الناس كلهم أمانا يستحق القصاص. أشهد الله أنه يستحق، ما هو تخلوا عبرة لأمة الصلاة. أشهد الله. يا أخي قهر، أقسم بالله أنه قهرني.